صوتية؟ بقالي 5 سنين متجوز. مشكلتي مع مراتي إن كل ما أجيب لها هدية ما تعجبهاش، لا وتقول لي بدلها لي أو يا ريتك كنت اديتني فلوس مكانها. أوقات كتير بتقول لي ذوقك وحش، بصراحة ده بيضايقني منها جدا. أنا بجيب لها هدايا تعبير عن حبي ليها، حتى لما كنت بجيب لها ورد كانت بترميه في الزبالة. مش بتقدر إني بشتغل وبتعب عشان أعيشها في المستوى الكويس اللي هي عايشة فيه. دايما جايبالي إحباط مهما عملت، مش بترضى ولا بتقدر. بكون مستني منها إنها تفهم حبي ليها وتقدملي الحب دوت، لكن هي ست مش رومانسية خالص. ممكن حضرتك تقوليلي أعمل إيه يا دكتور؟ ما تجيبلهاش حاجة تاني، ما تجيبلهاش حاجة تاني خالص. وكان لازم من أول يوم كان ده رد فعلها، كان لازم أنت ما تجيبش تاني. أنا مش معترضة إن ممكن تكون الهدية مش عاجباها قوي، بس الحقيقة دي هدية، والهدية قيمتها إنك أنت افتكرتها. اللي ما يقدرش مجهودك وتعبك ومالك وفر التلاتة ليك. هي واخدة في نفسها، يعني واخدة في نفسها ألم، مش عارفة ليه برضو، وغالبا انت السبب. انت السبب لانك كل ما كانت هي تبقى مش راضية فانت كنت بتحاول ترضيها اكتر. جبت لها الهدية دي ما عجبتهاش، طب نجيب لها حاجة تانية. فبالتالي اصبح الواقع انك انت عايش عشان ترضيها. على فكرة الرجالة ما اتخلقتش عشان ترضينا. الرجالة مش شغلتها في الحياة انهم يدلعوا فينا ويجيبوا لنا هدايا ويجيبوا لنا ورد. انا عايزة اقول لها ان من زمان قوي 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 ما سمعتش راجل متجوز بقاله فترة وبيجيب هدايا وبيجيب ورد وعايز رومانسية. ده الستات شرقانة على الرومانسية، وانتي بتتبطري على ايه؟ اعتقد انك تحرمها منك دي محتاجة انك ايه، تكرفها كده شوية، ما تسألش عليها خالص، ما تغلطش وما تعملش حاجة غلط، بس على قدها، الكلمة على قد ردها، لغاية ما هي تحس إنها مفتقدة حاجة مهمة. ساعتها لو جبت لها حتى ورقة كراسة هدية هتبروزها وتحطها على الحيط.